بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم البنات؟ وش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم على البرد والثلوج الحمد لله، نعمة من عند الله، يعني الانسان ديما يحمد ربي. جبت لكم اروع خبز، يعني كانواع الخبز الاخرى، حطيت لكم قداش النوع. خبز الدار 100% سميد، مع العيش او المردود او يعني البركوكس، كل واحد كيفاش يسميه على حسب المنطقة، ولا اروع. ما تنسوش فقط الجيم وتفعيل الجرس البنات. اما بالنسبة للمقادير نحتاجو السميد يكون رقيق جدا، انا درت 2 خبزات يعني القيس، وتم حسب الرغبة يعني. نحتاجو ملعقة اكل عسل، ملعقة متوسطة سكر، ملعقتين كبار مملوئين حليب البودرة، وملعقة ملح. ونحتاجو السانوج يكون مطحون أو حسب الرغبة، والزيت الزيتون أو أي عادي، تاي يعني كاسة تاي صغير مش معمر، يكون متوسط صغير. ونحتاجو معاه خميرة للخبز مع شوية مدافي، لازم تخمر البنات، لازم تطلع. هذه هي فقط البنات. ونحتاجو معاهم 2 ملاعق، ملعقة من السمن العادي، وملعقة من الزبدة، و2 بيضات. نحتاج الصفار للدهن والبياض في الخبز، وساشي خميرة يعني كيميائية. ونبدأ على بسم الله يعني. أول شي نخلط المقادير كما تشوفوا، كل شي يعني المقادير الأولى اللي ذكرتها لكم. قبل ما نحطوا الزيت كما قلت لكم البنات، فنجالتاي صغير مش معمر، انا درت زيت الزيتون، لكن تقدروا تديروا الزيت العادي تاع المائدة او الزيت العادي. وتحاولوا تبسوا كل شيء مع بعض كما بهذه الطريقة، يعني مع اليد فقط. واللي حبت تدير ديريكت البيتخا او العجانة عادي جدا البنات، المهم تخلطوا المقادير مع بعض، كل شيء مع بعض يعني بهذه الطريقة، يعني ولا اسهل كأنكم تبسوا كل حاجة، ولا هذه هي فقط غير باليد البنات. أنا حقيقة دائما أول شي نستعمل يدي، حتى ولو استعملت البيتخا. كما تشوفوا البنات هنا الخميرة راهي طلعت مع الماء الدافي وخميرة الخبز العادية. كما قلت لكم نعاود لكم المقادير، هي ملعقة خبز يعني خميرة الخبز العادية. ونخلط كل شيء مع بعض قبل ما نبدأ العجن. وهنا البنات تجيبوا الماء الدافي، يكون يعني دافي، ونحاول نعجن غير بالعقل، نخلط غير بالعقل بهذه الطريقة. نحاولوا ندخلوا المقادير مع بعض ونعجنوا نفس الوقت، لأنه خبز تعرفوا يحتاج دائما العجن. ونصب بالعقل الماء باش ما يجيكمش طري بزاف من أول مرة. وهذه الطريقة باش ينجح لكم لازم تتبعوا الطريقة بالضبط، ونتمنى إن شاء الله تجيكم نفس النتيجة. كما تشوفوا هذه هي، نقدر نعجن هكذا حتى نتحصلوا على عجينة طارية، يعني مش طارية بزاف ومش طارية يعني مش قاسية، يعني ولا أسهل كأنك تعجني خبز الدار العادي. هذه هي فقط البنات. كما تشوفوا نحاول فقط نعجنه شوية، لازم لأنه يحتاج العجن، تعرفوا مش يعني متعب ولا، لكن يحتاج شوية دلك في الأول خاصة باليدين بهذه الطريقة، لأني راح نستعمل البيتخا هذه فقط الأول، وراح نحطه في الماكينة تاع العجن. نحاول فقط نفهمكم البنات، اللي ما عندوش ماكينة العجن عادي جدا يعجن باليد، ولا أسهل كما حبيتوا يعني لحسب الرغبة. هنا راني زدت شوية ماء دافي، لازم يكون الماء دافي يعني مليح. ونحاول كما قلت لكم نعجن شوية بهذه الطريقة. نحاول نقطع العجينة ومن بعد نلموها نفس الشيء كما ندير البنات. كما تعرفوا خبز الدار، وانا منفضل حقيقة خبز الدار بالسميد. بعد ما طرالي شوية البنات نجيب ساشي بلاستيكية عادي اللي خاصة بالتخزين، وانه يعني مثلجة يعني للتثليج، ونحطوه يرتاح على الأقل ربع ساعة أو على الأقل يعني ربع ساعة. وهنا البنات حطيته في يعني الصحن تاع البيتخا، درت له شوية ماء فقط، وحطيته في البيتخا كما تشوفوا يعجن يعني مع العجانة. تبدو يعني غير بالعقل البنات، تحاولوا ديروا الفيتاس يعني الأول، تعجنوها على الأقل 5 دقائق أو 7 دقائق حتى تطرى لكم بهذه، يعني يطرى لكم العجين تحسوا باللي طرى. نجيبوا سيرفيتا أو منشفة ونحطوه، نغطوه ونحطوه في مكان دافي يخمر على الأقل ربع ساعة ثاني. هذه هي فقط البنات. وهنا جبت بيض البيض، فصلت الصفار على البياض،
حطيت فيه الخميرة الكيميائية وخميرة الحلوى، ونحاولوا نخلطوا جيدا المقادير غير بالملعقة فقط. هذه هي فقط البنات يعني، ولا أسهل. تخلطوه. هذه الطريقة راح تدير لكم الخبز تاعكم خفيف، لأنه بالسميد. تعرفوا خبز السميد مش كيما خبز الفارينة، مش نفس الشيء، ويجيكم بنين وبهذه الطريقة وخفيف كما تشوفوا. أنا راهي تفاعلت. حطيتها على الخبز نتاعي، لأني راح نحطه مرة ثانية في البيتخان باش يعجن ويدخل فيه المكونات أو بياض البيض مع الخميرة، يعجن يعني جيدا حتى تشوفوا البنات كل شيء يتدخل في بعض يعني. هذه هي ولا أسهل. وهذه آخر طريقة البنات. ذوبت يعني السمن والزبدة اللي هما ملعقتين متوسطين صغار، وصبيتهم على الخبز نتاعي، وراح نرجعه مرة ثانية للبتخة ويعجن باش يدخل فيه كما قلت لكم كل شيء مع بعض. وهنا البنات بعد ما يوصل لي لهذا القوام، يكون يتلاصق يعني خفيف كما تشوفوا. وجبت البنات هنا صفار البيض اللي فصلته يعني من قبل، ودرت رشة جلجلان دهنت بيه، ما ضفت له والو، وتخلوه يخمر جيدا آخر مرة يخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعو، وتحطوه في فرن مسخن جيدا حتى يحمر من تحت، وتحمروه يعني من فوق. وهذه النتيجة البنات ما شاء الله ولا أروع. يجيكم خبز الدار روعة، لأنه سميد 100%. ان شاء الله تجربوه، وفي نفس الوقت بنين وخفيف كما قلت لكم. هذه الطريقة تجعل من الخبز تاعكم خفيف، لكن تبعوها البنات بالضبط باش تجيكم نفس النتيجة ان شاء الله، ونتمنى. ومش اول مرة الحقيقة نديروا هذا النوع من الخبز، موالفة نديروا البنات، راح يجيكم يعني هايل كما قلت لكم، خفيف وبنين في نفس الوقت، وان شاء الله يكون يعجبكم. ونمروا البنات الى الطبق الثاني اللي هو بركوكس او العيش او المردود. يعني هذا وقته صراحة مع البرد جا ولا أروع. على هذه الطريقة تبعوها فقط. نحتاجوا الجزر والبطاطا قطعتهم يعني صغار، وتجيبوا يعني أي شيء اللي حابين طيبوا فيه. درت اللحم، صلصة الطماطم، فول مجفف، وفلفل أخضر كما تشوفوا. ودرت يعني كمية مليحة من الصلصة. تقدروا ديروا معاها يعني صلصة يعني طماطم خضراء. واللحم البقري أنا استعملت، تقدروا تستعملوا أي لحم عندكم، خروف أو دجاج يعني عادي. أما بالنسبة للتوابل درت راس الحانوت، فلفل أبيض وفلفل أحمر حار البنات. ولازم كمية مليحة من الثوم المهروس، لأنه العيش يجيب الثوم يعطيه نكهة مميزة. وراح نمرق البنات يعني بعد ما يغلي لي شوية، راح نمرق ونضيف ورقة رند اختياري، بلا ما ننسى طبعا شوية زيت يعني، بلا ما نذكره لازم يعني. وبعد ما يطيب لي كل شيء ونمرق، نضيفه العيش اللي هو يعني مخدوم في الدار. اللي اخواننا العرب ما يعرفوش وشنو هو العيش، اللي هو يعني حبيبات تصنعها جزائريات في المنزل كنوع من العجائن. بعد ما يتخثر لي كل شيء ويطيب البنات، هذه هي النتيجة. ورقة نند البنات يعني قبل لا يطيب مع المكونات اختياري فقط، نسيت ما ذكرتهاش. المهم البنات هنا بعد ما يطيب لكم ويتخثر يعني التشبيح فقط، تشبحته بشوية دجاج اختياري، تقدروا ما تديروش يعني عادي جدا. واما بالنسبة للفرماس او الهرماس ثاني اختياري. ان شاء الله البنات يكون يعجبكم طبق اليوم اللي هو خبز الدار الجزائري والبركوكس او المردود. والى الملتقى ان شاء الله في فيديو آخر.